بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أولادنا الشطار، لو ذاكرنا البارت الأولاني وأتقناه كويس، أنا عارف تعبتكم معايا، ولكن البارت الثاني إن شاء الله هيبقى خف شوية. بعد إذنكم كل ما هنتعب كل ما هنلاقي. يلا بينا. البارت الثاني هنا أول كلمة عندنا كلمة prison يعني السجن. شوف حروفها ازاي. prison P-R-I. في كلمة تانية بقى اسمها person، دي شخص. مش عايزك تجيب الاتنين ناحية بعض. prison السجن. prison railway يعني طريق. railway السكة الحديد. rail يعني قضبان. railway كلمة مركبة، أصل الإنجليزي دي لغة فقيرة، فعشان هو يشغل جمع الكلام مع بعض. railway سكة الحديد. لاين يعني خط. لاين. بور فقير. بور مسكين، بور ضعيف، دي كلمة بور. interests الاهتمامات. everyone has interests، كل واحد مننا عنده interests. share يشارك. let's share in، يلا نشارك في كذا. share يشارك. وشير برضو معناها نصيب. share. طيب تعال نجيب بقى النص التاني كده بخط اوضح عشان الخط الجميل بيبقى مفيد. attractive يعني شيء جذاب. attractive look، عنده attractive look يعني جذاب، مظهر جذاب. large يعني واسع. large area منطقة واسعة. large house بيت واسع. large. terrible يعني فظيع. terrible فظيع. feed يعني يطعم. ولد بنت احفظوا معايا. feed fed. tap فوسط. tap يعني حنفية أو فوسط. watermelon اللي هو البطيخ. watermelon. طيب ولاد الشطار، نرجع بقى للكلمات برضو الأساسية. around دي مكتوب جنبها ايه؟ ADV، راجل محترم اللي عامل الملزمة دي الأساس راجل محترم. ADV adverb، تمام؟ يعني ظرف. فنقول ايه؟ نقول around the world، حول العالم. around the world. لو رحنا around the world هنروح India الهند. village parents. water. بالنسبة للأكسنت الأمريكان مش عايزك تشغل نفسك بيها جامد، اسمع كده الأفلام وأعجب وشوية حركات اللي هم بيعملوهم واحفظهم، والموضوع مش صعب خالص وتعلمه في ثانية إلا ثانية، بس اهتم بمذاكرتك وكمية مفرداتك الجامدة. كب فنجان أو كاس. shop محل ويتسوق. jobs together. let's play together. let's eat together. let's read together. let's start together معا. again مرة تانية. again. kind عطوف. children أطفال. careful be careful خليك حذر. be careful. restaurant مطعم. bring يجلب. bring back يجلب. homework الواجب المنزلي، وhousework الواجب homework الواجبات اللي هي بتاعتنا، والhousework اللي هو عمل المنزل. outside inside. outside برا وinside داخل. finally في النهاية end. street get home. adventures مغامرات. adventure. chicken بتدي معنى لحم الفراخ، وتشيكن يعني الدجاج. 1 2 3 chickens. dinner العشاء. garden حديقة. knife يعني سكينة. knife. take away. friend in need is friend indeed. صديق الحق صديق وقت الضيق. friend in need is friend indeed. idea good idea فكرة كويسة. bad idea فكرة زي الزفت. beautiful. potato chips اللي هي رقائق البطاطس. potato chips رقائق البطاطس. دلوقتي هنتكلم عن الديفينيشن. بعض الكلمات لها تعريف في الانجليش، فالتعريف ده شطارتك ان انت تحفظه معايا، وده من رفع المستوى، يرفع مستوى معاك جامد جدا. اول كلمه عندك كلمه prison. what's a prison? a prison is a place مكان where people go when they do something wrong يعني بيعملوا حاجة غلط، فساعتها go to prison. يبقى prison is a place where المكان الذي people go بيروحوا الناس when they do something wrong. طيب أنا عايزك تمشي على الإنجليزي، مش عايزك تروح مع العربي أوي. railway the road
that a train travels on. The road طريق. that a train travels on اللي عليه الترين بيسافر، القطر بيسافر. people تعال نشوف اللي جايه. poor people without enough money. poor people without enough money. attractive beautiful attractive beautiful 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 كله نطق واحد ماشي. فانا مش انا عايزك بس تحفظها كده للذاذه. beautiful 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 يعني ممكن تحول التي لدي، ممكن تقول beautiful وممكن تقولها beautiful عادي كله صح. large very big large very big terrible very bad. وانت بتقرا التكست معايا هتلاقي الكلام داخل فيه expressions. يعني expressions يا مستر وليد؟ يعني تعبيرات. تعبيرات زي ايه؟ تعبير زي تعبير around the world، تعبير زي live in the village. we live in the village احنا عايشين في القرية. we don't live in the city مش عايشين في المدينة. live with family بعيش مع الفاميلي. share with friends I share my sandwiches with my friends. share with friends يعني يشارك مع. get up get up get up حضرتك وانت نايم خالص ماما بتقعد تقول لك wake up wake up اصحى تفتح عينيك، وبعد ما تفتح عينيك get up تنهض بقى من الفراش. get up. at the end of at the end of يعني في نهاية الأحداث. at the end at the end of. طب in the end of the road in the end of the road. طيب help to do help to do أو help do make dinner. لما نلاقي تاريخ زي 1900 زي كده محطوط الاس دي، الاس دي بتقول ايه؟ بتقول في التوقيت ده، في توقيت التسعينات، توقيت ال 1900. تمام؟ ال 1900 ده يبقى القرن الكام؟ القرن العشرين كله. في توقيت ال 1901 لحد 1999 يبقى ده كده في القرن ده اللي هو ايه؟ اللي هو 1090s اللي هو في التوقيت بتاع ال 1900 اللي هو في القرن ده. with a large garden with a large garden يعني بجنينة كبيرة. with a large garden. take away from يعني ايه take away from؟ يعني يبعد عن. take away from. they took her friends they took her sons خدوا ابنها away from her بعيدا عنها. take away from. become their friends become friends يعني يصبح أصدقاء. in many ways يعني بطرق كثيرة. in many way. be together again يعني نتجمع مرة تانية. be together again نكون سويا مرة أخرى. get كذا from كذا. get oil from petrol بنحصل على get petrol from oil يعني نحصل على البنزين من البترول. have breakfast نتناول الفطار with a cup of tea. we have breakfast with a cup of tea. we have breakfast with a cup of tea. work in a shop do a job. ايه اللي يمشي مع كلمة job؟ دايما do a job يعني يؤدي وظيفة. get home from feed chickens يأكل الدجاج. go to bed ينام. move from to ينتقل من إلى. different for them يعني مختلف عنهم. have adventures يعني عنده مغامرات. travels on the train imprison for يعني مسجون لأجل. كلمة for دي معناها لأجل. do something bad يؤدي شيئا سيئا. ولاد الشطار احنا مهم جدا ان احنا نميز ما بين كلمة وكلمة. في كلمة بتبقى شبه كلمة لو لبست النضارة غير لما تقلع النضارة. في نضارة بتفرق عن النضارة. تعالوا بينا كده. world العالم. word كلمة. the word كلمة كذا. share يشارك. we must share لازم نشارك. shore شاطئ يبقى shore شاطئ انما share يشارك. tap حنفية. طب بص الكلمة دي tape شريط اللاصق. tape. bread الخبز. طب bird اللحية. bird. chicken دجاجة. طيب اللي هو اللحم الدجاج
kitchen مطبخ. الناس بتلخبط الكلمتين مع بعض. الكلمة دي بالاس 1900 ديت في القرن العشرين، اما من غير يبقى عام 1900 عادي. لاين خط، وبتتشابه مع كلمة لاين أسد. احنا بنحاول نميزها مصري ونقول لايون، بس احنا لو بصينا عليهم في القاموس بنلاقي دي لاين دي لاين، الاتنين شبه بعض تماما. ولكن دي خط وديت الايه الأسد، واختلاف في الايه في السبيلنج. poor فقير، pour يصب، pour water يصب الايه الماء. food طعام، feed يطعم، feed يأكل حد، وفود الطعام نفسه food. ولادنا الشطار عندنا كلمة وعندنا العكس بتاعها. عندنا كلمة life الحياة، طب وعكسها death الوفاة. عندنا كلمة outside خارج، عندنا inside داخل. كلمة after بعد، before قبل. near قريب، far بعيد أو away far away. عندي كلمة large يعني ضخم large. عكسها ايه؟ عكسها small. kind unkind أو cruel. unkind يعني عطوف غير عطوف، وكلمة cruel يعني قاسي cruel. many عديد، few عدد قليل. many كثير وفيو عدد قليل. ولاد الشطار يلا نقول التصريفات ونحفظها. get got got feed fed make made take talk taken known you known. مهم جدا تستخدم الكلمة في تعبير، والكلمة اللي أنا عايز أحطها لك النهاردة هي كلمة share with دايما مرتبطة بالأشخاص. I share sandwiches with my friends. أنا بشارك السندوتشات بتاعتي مع أصدقائي. I share a room بشارك غرفة with my brothers مع إخواتي share. طيب عندي كمان have breakfast يتناول الفطار، و make breakfast يعني يعد الإفطار. do كفعل بيجي مع أكتر من noun. do housework do homework do a job do work. أوكي. do effort يعمل مجهود. do دايما بتيجي مع الحاجة المتعبة. طيب خدنا في أول الكلمات كلمة prison يعني إيه؟ يعني السجن. كلمة prison السجن، الكلمة ديت مش محتاجة أداة، لأن الشخص اللي هيروحه مذنب. he went to prison راح السجن. he was guilty مذنب. طب لما أقول go to the prison أخد لها ذا، قال لي يبقى أنت كده بتتكلم في زيارة. the prison يعني رايح زيارة. he went to prison because he stole money سرق فلوس ف went to prison. جبنا أداة؟ مفيش أداة. طيب he went to the prison to visit a friend راح السجن عشان يزور حد صديقه. أول جملة في الاختيارات بتقول my grandfather was born in جدي اتولد. لو أنا قلت لك in ووقفت هنا يبقى أنا في الحالة ديت أختار أي سنة من السنين دي. طب in the يبقى بيقصد الإيه؟ بيقصد الفترة اللي اتولد فيها، الديكيد أو العقد اللي اتولد فيه، أو السنشري القرن اللي اتولد فيه. يبقى أولاد الشطار اللي في سنة تانية إعدادي هيسبقوا الدنيا بأن هم يحفظوا كلمتين النهاردة. ديكيد عقد، اللي هم كام الديكيد؟ اللي هم 10 سنين. طب والسنشري القرن اللي هم 100 سنة. فهو بيقول لي 1930s بالاس كده، يعني 1930 يعني 31 33 34 في المعدل ده، أنا مش متأكد. النقطة اللي بعدها بتقول he went to because he killed the old man. راح فين هو؟ went to prison. طب هو مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب. killed قتل يبقى went to prison. طب لو رايح يزور يبقى the prison. I some jobs at home. jobs وظائف، يبقى I do some jobs at home أنا بؤدي بعض الوظائف في البيت. we get from a near house بنحصل على إيه؟ على التاب. we get water from a tap بنحصل على المية من التاب من الحنفية in a near house. الجملة اللي بعدها بتقول
I help my mother. أنا بساعد ماما. breakfast make breakfast تعمل البريكفاست. breakfast الفطار. طلابنا الأعزاء الفقرة ديت فقرة الريدنج. الريدنج يعني عينك سابقة لسانك، يعني مفيش آذانبا، مفيش أي أصوات مصاحبة، يعني كل كلمتين ثلاثة بيطلعوا مع بعض بإدغام، يعني نظم نفسك. الريدنج يعني أهم مهارة في الإنجليش، وخلي بالك برضو خلي الكلام يدخل على ذهنك وفهمك. معايا كده واحدة واحدة. أول جملة بتتكلم عن lives around the world، الحياة، أنواع الحياة around the world في جميع أنحاء العالم. My name is Shahana. I'm from India. My name is Shahana. I'm from India. I live in a village. معلش يا مستر لحظة، أنت جيت على إنديا دي أو إنديا وقلتها كده، هو ليه حضرتك تكيت عليها كده؟ أقول لك لأن دي فيها معلومة تنفع تقولها لوحدها. I live in a village with my parents, my brother. I share a room with my sister. We all get up early. We all. There is an outside tap at the end of the street. There is an outside tap يعني في حنفية خارجية في نهاية الشارع بنروح نملى منها، وانت عندك كذا حنفية في البيت احمد ربنا. At the end of the street where we live. My mom gets water from the tap. ماما بتروح تملى المية من التاب every morning. Then we all have breakfast. بعد كده كلنا we all have breakfast. Okay? Have breakfast. We have bread with a cup of tea. Of tea. My dad works in a shop. I have two jobs to do. When I get home from school, I feed the chickens. Then I help my mom make dinner. After dinner, I do my homework. Sometimes I help my brother and my sister to do their homework too. Then I go to bed. Then دي كلمة منفصلة المفروض بيجي بعدها كوما هنا كده. I go to bed. reading اهتم بيها جدا. دلوقتي هنقرا ستوري صغيرة، ركز معايا فيها وركز على ازاي بنقرا الكلام، وركز برضو على الفهم. الستوري بتاعتنا باي اي نسبت، الكاتب بتاعها واحدة اسمها اي نسبت. اوكي يلا بينا نبدأ. It's in the 1900s. Roberta, her younger brother Peter and their little sister Phyllis live with their parents in London. يبقى روبرتا وبيتر ومين كمان والليتل فيليز. live with parents عايشين مع البيرنتس in London. They have a big attractive house. عندهم big house attractive بيت كبير، وكمان ايه attractive home with a large garden. One troubled day في يوم فظيع ايه اللي حصل؟ Two men take their father away. في اتنين جم واخدوا باباها بعيدا from home. The children moved from the city with their mother. انتقلوا مع مامتهم to a small house near the railway line. لبيت صغير قريب البيت الصغير ده من ال railway line. The family are poor and life is very different for them. الأسرة بقت فقيرة والحياة بقت different for them. The children have lots of adventures. والأطفال عندهم adventures مغامرات كتير near the railway line. A kind man who travels on the train every day. في راجل عطوف كده travels on the train every day. ماله becomes their friend، بقى صديق ليهم. The old man helps the family in many ways. والold man ده ساعد الفاميلي كتير جدا. He helps the father too because their father is in prison. وساعدهم كمان في ناحية أبوهم لأن باباهم their father is in prison for something he didn't do. على حاجة هو ما عملهاش. Finally their family comes home.
The family is so happy to be together again. كلهم بقى سعداء لما اتجمعوا تاني at last أخيرا. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصة. يلا بينا على الجزء الخاص بالحل. Complete the following dialogue. كمل معايا الديالوج اللي جاي ده. This is a nice restaurant. المطعم ده جميل. Let's eat here. يلا ناكل هنا. Yes, this is a good what? This is a good a good place. مكان كويس. Question. Let's sit next to the window. يلا نقعد جنب الويندو الشباك. يبقى هنا أين؟ طالما قال next to يبقى أين؟ فين أين هنا؟ برافو عليك، برافو عليكي. Where you'd like to live to have. You'd like to have. ماذا تريد أن تأكل؟ ماذا تريد أن تتناول؟ What would you like to have؟ تاني. What would you like to have؟ مرة كمان. What would you like to have؟ What would you like to have؟ Fish with rice. Fish with rice. And you وانت عايز تاخد ايه؟ I'd like to have أنا عايز أتناول fish with salad. Would you like some تحب بعض some ايه؟ some drink يعني مشروب. تحب تاخد مشروب some drink. Yes, I'll have orange juice. هتناول orange juice. والتاني بيرد يقول me too وأنا كمان. Choose the correct answer from A, B or C. Is a place where people go when there's something wrong happens. لما حد بيعمل حاجة wrong go to prison. The metal road that a train travels on. الحاجة الميتال أو طريق الميتال اللي بيسافر عليه الترين railway السكة الحديد. People without enough money. الناس اللي ما عندهمش فلوس كفاية. مين هم؟ poor people الناس الفقراء. poor people. امال wealthy يعني ايه؟ يعني ثري. wealthy ثري. rich برضو يعني ثري غني. means beautiful and nice. attractive جذاب. attractive. very big means very big. حاجة very big يبقى large. very bad means terrible. very bad معناها terrible. to give ان انت تدي food for a person or an animal. انت تأكل البيرسون او تأكل الانيمال يبقى انت كده بتعمل له ايه؟ feed يطعم. something we turn on or turn off to get water. حاجة بتturn on او turn off عشان تحصل على الوتر. ايه هي؟ تاب الحنفية. I room with my sister. أنا بعمل إيه للروم with my sister؟ I share a room. بشترك في الغرفة مع أختي. I enjoy traveling to a new place. أنا بحب الإيه؟ I like adventure. المغامرة. Travel to new places. بسافر أماكن جديدة. My 6 old. طيب حضرتك في حاجة هنا تمنع الجمع اللي هي الهايفن الشرطة دي. 6-year-old girl. 6-year-old girl. تعال نشرح لك هي دي عبارة عن ايه بالظبط. في عندنا حاجة في الانجليش اسمها الكومباوند ادجكتيف. يعني ايه كومباوند ادجكتيف؟ يعني الصفة المركبة. مركبة منين وايه؟ مركبين من نمبر، واهم من النمبر الهايفن ديت، وبعد كده ناون. تمام. وبعد كده ممكن ايه؟ adjective تانية. فاقول لك مثلا 6-year-old girl. girl ديت اللي هي الموصوف ودي هي الصفة. الصفة المركبة من النمبر وبعد كده النون وبعد كده الادجكتيف. عايز اقول لابني وبنت الشاطرة ان الهايفن اللي هي الشرط دهيت بتمنع الاس. ما تخليكش تقول years تقول ايه؟ year بس. طب والهايفن دي ليه؟ اقول لك عشان بتعمل صفة مركبة. طب وهم بيعملوا صفة مركبة اصلا ليه؟ لان دي لغة فقيرة مش لغة غنية. طيب فعشان كده انا هقول 6-year-old girl. She went to because she killed the man. She went to prison. راحت السجن لانها killed someone. طيب I went to the library to some books. رحت اللايبراري borrow some books. استعير الكتب.
Life in the is quiet. الحياة هادية. فين؟ In the village. في القرية. In the countryside. في الريف. He used a to cut a meat. عشان يقطع اللحمة استخدم ايه؟ Knife. السكينة. It was dark. كانت الجو ضلمة. I can't see. I can't describe. ما اقدرش اوصف لك الحرامي. Describe يصف. Describe. The younger girl likes to chicken. البنت الصغيرة بتحب تعمل ايه؟ feed a chicken. feed يطعم الchicken. I my sandwiches with my friends. I share يعني يشارك. طب ما الشيف التانية دي معناها ايه؟ شيف يحلق. طب وشيك يهز. I live with my family in Cairo. أعيش مع. I had some cakes with a cup of tea. يعني باخد الشاي مع cup of tea. طب والكلمة الأولانية ديت إيه؟ كاب. أوكي كاب. والكلمة التانية كيوب مكعب. ولادنا الأعزاء من أهم الحاجات اللي إحنا ممكن نعملها إن إحنا نتعلم الدايلوج. السؤال الصعب في الامتحان الثانوية أو الإعدادية هو سؤال الدايلوج حرفيا. طب أعمل إيه فيها مستر؟ تعلم تكة تكة في كل واحدة. يعني مثلا الزمن بتاعنا الترم في الوحدة دي كان present simple. present simple عملنا السؤال بدو يو وعملنا السؤال بداز هي وداز شي. يعني مثلا لو جالك سؤال كده وقال لك she works in a factory. يعني هي بتشتغل في مصنع. عايز اعمل question where. هعمله ازاي؟ فطبيعي حضرتك هتقول where. الفعل اللي فيه اس ده خليك تجيب does she work. طيب لو جاني جملة تانية بتقول I speak 5 languages. بتكلم 5 لغات. ايوه اللي هو بورسعيدي وعربي وانجليزي. I speak 5 languages. عايز اعمل question. اداة الاستفهام المناسبة ايه؟ بقول لك 5. ايوه اسبقني كده وجاوب. ها how many languages. كم عدد اللانجوجز؟ الفكرة بقى في اللي جاية. do you speak. How many languages do you speak? كم عدد اللغات اللي انت بتتكلمها؟ speak الفعل في المصدر بدون اي اضافه. طيب ولاد الشطار ده كان على الحته لما دخلك الجرامر في سؤال الدايلوج. ولكن في تراكيب بقى جاهزه انت لازم تكون حافظها. التراكيب اللي هي بتاع الكونفرسيشن بتاع المحادثات اللي انا لما اكلمك انجلش وانت تكلمني انجلش. صحيح. Have you got a brother؟ هل عندك أخ؟ Have you got a sister؟ هل عندك أخت؟ Have you got هل أنت عندك؟ دي نقطة مهمة جدا اهيت هنعملها بقى مع بعضنا. Have you got. عايزك تحفظ لي الاكسبريشن ده. Have you got. قول لي Have you got a brother؟ هل عندك أخ؟ Has he got a camera؟ هل هو عنده كاميرا؟ Has he got a car؟ هل هو عنده عربية؟ Has she got يعني ده تعبير هل لديه. طب بيجاوب عليه ازاي يا مستر؟ Have you got بيجاوب عليها ب yes I have أو no I haven't. طيب التانية Has she got a car؟ هل هي عندها عربية؟ الإجابة عليها بواحدة من الاتنين. Yes she has. No she hasn't. تاني يا ولاد في أسئلة متعلقة بالجرامر يعني هنجيب do أو does وفي أسئلة إحنا بنحفظها زي have you got yes I have no I haven't. أوكي Has she got yes she has no she hasn't. يلا نعمل سؤال تاني بس بكان you.
Can you drive a car? هل بتعرف تسوق عربية؟ Yes I can. No I can't. Can you speak English? Yes I can. No I can't. Can you read English? Yes I can. No I can't. دي تعبير can you. التعبير التاني بعد can you بقى تعبير اسمه shall we. التعبير بتاع shall خاص. يعني ايه خاص؟ يعني الضميرين اللي هيستخدموا هم ضمير I shall I shall we بس، مفيش حاجة اسمها shall you ولا shall she. لا shall I shall we. Shall I get you a cup of tea? Shall we go to the cinema? Shall I help you? أساعدك؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه offer أو suggestion. ده تعبير shall you. طب shall we ده الرد عليها good idea. Shall we go to the park? ما يلا بينا نروح البارك. good idea، فكرة كويسة. اوكي ماشي أنا موافق. يبقى في من ضمن التعبيرات اللي تستخدمها shall I shall we. من ضمن الحاجات have you got has she got. can you speak. آخر معلومة عايزك تستفيدها معايا معلومة are you. و are you دي بتسأل عن حاجة عندك. are you ready؟ هل أنت جاهز؟ are you happy؟ هل أنت سعيد؟ are you stupid؟ مش هترجمها لك. are you يعني هل أنت عارف معناها؟ are you stupid؟ هل أنت غبي؟ no I am not. لا أنا مش غبي. طيب dear students let's choose. she got a dress. has she got a dress؟ هل هي عندها dress؟ he can English. can infinitive. he can read English. هو بيعرف يقرأ إنجليزي. shall we the zoo. shall we visit. هيا بنا نزور الحديقة. she can't easily. she can't والفعل في المصدر. walk easily يعني مش تعرف تتحرك easily. can a baby fly؟ ممكن البيبي fly. no a baby can't. لا البيبي can't. have you got هل لديك. she got few friends. she has got. I carry your bag. can I carry your bag. shall I carry your bag. أشيل لحضرتك الشنطة. shall I carry your bag. he got a friend. yes he has he got a friend. هل هو عنده صديق. she's blind أعمى. she can't see مش قادرة تشوف. she can't see. complete كمل. سلمى got a car. يبقى has سلمى got a car. هل سلمى عندها عربية. are you got new friends. have you got new friends. هل لديك أصدقاء. have you got new friends. shall I help it. لا shall I help you. ممكن أساعدك. shall I بالفعل في المصدر. can I catch. can she catch fish. هل هي بتعرف تصطاد سمك. have they got. هل لديهم. ولاد الشطار انتهى الفيديو رقم 2 من الوحدة الأولى. أنا آسف معايا 4 فيديوهات على الوحدة الأولى، وممكن الفيديو الخامس يبقى فيديو الهومورك. ذاكر الإنجليزي كل يوم، مش يوم بعد يوم، لا ذاكر الإنجليزي كل يوم. الإنجليزي يبقى قوي معاك، دنيتك تبقى كويسة. الفيديو امتحانك اللي جنب الفيديو مش هيفتح لك اللي بعده الا لما تخلص. ما خلصتش الوحده الاولى هتزعل، وهنجيب ناس تزعل من اللي مسجله معانا. الناس اللي مسجله معانا ماشي، فمهم جدا تخلص كل شغلك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. See you